الكبير نجيب محفوظ كتب ثلاثية اتعملت 3 أفلام، بين القصرين وقصر الشوق والسكرية. الثلاثية بتحكي عن مصر من أيام الاحتلال البريطاني وثورة 1919 اللي هي بتاعت لا طبعا مش ده، أيوة هو ده، الزعيم سعد زغلول، لحد تقريبا سنة 1945. ملخص الرواية أو الثلاثية إن نجيب محفوظ من خلال شخصيات الرواية كان بيدور على الحرية وبيعلن التمرد على العادات والتقاليد من خلال الأسرة ودور المرأة وسلطة الأب، التمرد على الاحتلال، التمرد على السلطة والثوابت والمقدسات، التمرد على الجهل والفقر والظلم، التمرد حتى على الحب. الثلاثية بتبين عبقرية نجيب محفوظ في وصفه للحاضر وقرايته للمستقبل. الثلاثية ناقشت مواضيع كتير زي ما قلنا، ومن أهم المواضيع سلطة الأب، وده اللي هنتكلم عنه من خلال شخصية الأسطورة سي السيد، وهنعرف سي السيد كان صح ولا كان غلط. جاتكم البلا ما حاولكوش إلا المشاكل. وهنعرف كمان سي السيد كان زمان بس ولا موجود لحد دلوقتي. يلا بينا. بس تقولوا من أمي طب وأنا مالي طيب يا غزالي. مساء الفل يا حلوين. شخصية سي السيد أيقونة بيتضرب بيها المثل. لما بتلاقي راجل عايز يسيطر بزيادة بتقول له ايه يا عم انت فاكر نفسك سي السيد؟ سي السيد زمان كان موجود في اغلب بيوت مصر، في اغلبهم مش كلهم. نجيب محفوظ كان شاطر قوي في اظهار تفاصيل شخصية سي السيد وكأنه كان عايش معاه. لان انا اللي قصدته بسي السيد ايه؟ انه يكون رمز الرجالة في جيل ما. كل الاباء في ذلك الوقت كان فيهم منه. طيب ووالدة حضرتك كان فيها من زوجة سي سيد؟ برضه فيها منها. الثلاثية عموما بتحكي قصة مصر في الزمن ده من خلال بيت السيد أحمد عبد الجواد، بيت في الجمالية في القاهرة القديمة. هذا الحي هو الحي اللي ولدت فيه، اكتشفت الحياة فيه، لعبت فيه، قضيت فترة تعتبر عزيزة على كل إنسان، هي فترة الطفولة فيه. البيت ده فيه أمينة، الزوجة المغلوبة على أمرها اللي عايشة عشان أولادها وجوزها اللي لاغي شخصيتها وبيعاملها بتعالي. يعني خرجت يا أمينة لدرجة إنها حتى مش قادرة تناديه باسمه أبدا يا سي السيد، ده أول مرة وحياة الحسين. وأمينة عايشة ومتقبلة الوضع أو النظام وكأنه ده الطبيعي. تلمي هدومك وعلى أمك. حلفتك بالحسين يا سي السيد، ده أول مرة. وفي ياسين الابن الأكبر، الشاب المستهتر اللي شخصيته ضعيفة، اللي ماشي ورا شهواته وما يعرفش إنه وارثها من أبوه. اخرس يا نجس يا أبو عينين زيك. وفي فهمي الشاب الوطني المناضل اللي ضحى بنفسه عشان بلده. وفيه كمال الطفل اللي تايه بينهم وبيرمز للمستقبل، اللي كبر وبقى متمرد وبيدور على الحرية. وفي عيشة البنت المدلعة الرومانسية اللي بتحلم بالجواز. وفي خديجة اختها الكبيرة المقهورة اللي شايلة شغل البيت وبتغير من عيش اختها علشان احلى منها. تتخوت امال مرزوعة جنب الشباك تعملي ايه؟ مش عشان خاطر طبعا اللي عليه العين. خديجة هنا بتلوم عيشة على الحاجة اللي هي بتتمناها ومش طايلاها، وهي انها تحب وتتحب. خلي بالك نجيب محفوظ جايب اللي بره واللي جوه لكل الشخصيات. سيد احمد عبد الجواد لا مستحيل ابدا يجوز الصغيرة قبل الكبيرة. مش انا وحشة لكن بكرة تشوف. اللي مطمن خديجة عشان شايفة ابوها وثقافته، وده طبعا عشان هي شايفة ابوها. تعالى يا راجل يا دغري يا اسد يا اللي زي السيف، تعالى يا اللي الدنيا كلها بتحلف بحياتك. تعالى بقى نشوف سي السيد. سي السيد لما دخل البيت تربس الباب وراه، يعني لو في حد لسه ما جاش مش هيدخل. بنلاقي امينه مراته واقفه مستنياه بلمبه تنور له السكه وهو ماشي. وهنا نجيب محفوظ عايز يقول لك ان امينه هي اللي مساعداه ومنوره له الطريق او الطريقه اللي هو عايش بيها. بيتكلموا في السياسه عشان هو المرجع بتاعها، هو اللي فاهم كل حاجه. سي السيد راجل لعيب بيعرف يحسسها انها ست. مش هتكبري أبدا يا أمينة، هتفضلي صغيرة على طول. طول ما انا في عزك يا سي السيد مش هكبر ابدا. وامينه عايشه على الكلمتين الحلوين اللي بتسمعهم منه. سي السيد راجل بيصلي، راجل عنده هيبة ووقار، كل أولاده يقفوا طابور عشان يبوسوا إيده، والكل قاعد على الأكل بس محدش يقدر يمد إيده غير لما هو يبدأ ياكل ويقول لهم اقعدوا. ولما بيقعدوا مش كلهم بيقعدوا طبعا، مش سايبة هي، لا الذكور يقعدوا والإناث تستنى وتقف وراهم تخدم. بس يا بنت لحد ما سي السيد يخلص اكل ويقوموا الذكور حتى لو ما شبعوش، وبعدين تقعد الاناث تاكل. صورة سي السيد القوية الجبارة دي بنشوف وشها التاني اول ما بتظهر سلطان. يا اهلا وسهلا يا هلة الانوار. اجيب لك ايه يا جميل؟ شربات، خشاف، اذبح لك عجل. الله، ما انت لذيذ وفرفوش اهو يا سي السيد. المهم سلطانة طلبت طلباتها وسي السيد عرف انها فاضية ومفيش ونيس ولا جليس. مفيش ونيس ولا جليس. المهم الطلبات وصلت وسلطانة بتسأل على الحساب. سي السيد قال لها حساب واصل. من امتى يا سي السيد؟ من ساعة ما حصل.
تبنا الى الله. فجه الراجل اللي شغال معاه وقال له هنقيد البضاعه دي ايه في الدفتر، فقال له اكتب عندك بضاعة اتلافها الهوى. يا ابن اللذينه جبتها ازاي دي؟ ده انت طلعت مسخره. امال مين ده؟ والمشهد اللي بعده بيجيب لك السيد وهو بيغني وبيرقص مع سلطان، والمشهد اللي بعده وهو واولاده في المسجد بيصلوا. وبعدين بتظهر طليقه السيد ام ياسين ابنه الكبير الزوجه الاولى. ابوك ماله ابويا اشرف منك، ما تجيبي سيرته على لسانك. الست المتمرده اللي ما قبلتش باسلوب السيد واتطلقت. ما سالتش ابوك طلقني ليه؟ علشان ما كنتش بسكت له لما بيشتمني، ما كنتش ببوس الايد اللي بيلطشني بيه، لما طردني ما زحفتش على ركبي وترجيته علشان يرجعني تاني. وكان مصيرها سوء السمعه والجوازات الفاشله، وحتى ابنها ياسين متبري منها وعايش مع ابوه. جوازه كل سنه والتانيه. حتى انت كمان يا ياسين بتحاسبني على نيلة بخت يا ابني. ارجع واقول فيك ده انا وطمك. وهنا عايز يقول لك ان ده النظام، يا تقبلي يا هتبقى دي صورتك في المجتمع. النهارده مش هسكت، اشتمني دناوتك ودناوت امك، هقول له انك ظالم ومستبد وان امي ضحيته ومراتي ضحيته. شخصية السيد في الثلاثية ليها أبعاد سياسية واجتماعية، لكن بعيدا عن الرواية الشخصية حقيقية وكانت موجودة فعلا في بيوت كتير في مصر. بابا أعقوبة جسمه معجزة، روحه معجزة، كل شيء فيه معجزة، حتى طولة لسانه معجزة. السؤال بقى، هل شخصية السيد انقرضت ولا لسه موجودة؟ الزوج والأب اللي في بيته شخصية قوية ومستقيمة، خارج البيت بشخصية مسخرة وبيجري ورا شهواته. أبوك عمدة الفكاهة والفسق والطرب. بابا ايه معقول ابوك كده؟ ده كده وكده، امال انا طالع لمين يا ابني؟ وقار ابوك من صنف الشاي اللي احنا بنشربه. من وجهة نظري المتواضعة ان السيد لسه موجود ولكن بشكل حديث، قلع الطربوش والقفطان ولبس بدلة وقميص وبنطلون وبقى لطيف وما بيشخطش زي زمان، لكن نفس الثقافة والفكر ونفس الشخصية. ولا هسمح لك انك تمحي شخصيتي عشان انت عايز تعمل فيها السيد. هتلاقيه منزل بوست عن احترام المرأة وحقها في المجتمع، ويروح ما يتناقش معاها ويقول لها احتفظي برأيك لنفسك. من كتر ما كنت كل حاجة اطلبها منك تقولي لا عليها من غير حتى ما نتناقش. هتلاقيه على الانبوكس بيقول لها انه بيدور عليها من زمان وانه وحيد يا عيني ومراته متوفية، وبعدين يروح للمتوفية ويقول لها حضري لي العشاء وكويلي لي الهدوم. لكن الحب الحقيقي موجود. هات لي واحد بس بيحب مراته. هتلاقيه بيتكلم عن الحرية وبيجبر ابنه على الكلية اللي هو كان نفسه يدخلها ومعرفش عشان جاب 50%. هتلاقيه بينزل كلام جميل وبوستات دينية وهو واكل ورث اخواته. السيد النهاردة جنتلة وشياكة ولطافة، اتطور مع الزمن، اصله مش هيفضل لابس طربوش يعني، هو ممكن يكون ملبسه للي حواليه. واحنا عايشين حياة سليمة الآن، احنا حياة مريضة نرجو لها الشفاء. اللي عايز اقوله مش كل الرجاله زمان سي السيد ولا كل الرجاله دلوقتي سي السيد، كل واحد فينا كرجاله شرقيين في حته كده من سي السيد بحكم ثقافتنا اللي اتربينا عليها والعادات والتقاليد، بس المهم الحته دي قد ايه وبنستخدمها صح ولا غلط. القسوه والديكتاتوريه او التسيب والحريه المطلقه، الاتنين بيأدوا لنفس النتيجه، انهيار الاسره، وده منتشر جدا الايام دي. مفيش اجمل من الاعتدال والوسط. علشان احنا مع بعضينا والأول مرة لوحدينا. ما تنساش بقى تشترك في القناة عشان تشوف الحلقات اللي جاية، وبقى اتفرج على الحلقات اللي فاتت. سلام يا حلوين. ولا حدش بيبص علينا غير فرحة قلبنا.